يابا اليوم الجزء الأخير من تعمير الغرفة. هاي الغرفة راح نبدل الألوان مالتها ونرتبها. خليك وياي. أول خطوة راح نشلع الدقم كلها ولا نخلي أي دقمة لا قلوب لا شي، كل شي ماكو حتى البنكة راح نشلعها ونصفي هاي الأغراض كلها نطلعها برا بحيث تبقى لنا مساحة مفتوحة. وهاي هسه فرغنا الغرفة، لا خلينا دقمة لا خلينا بنكة، كلها فليناها. طبعا اشتغلوا من الوحدة بالليل وهسه الساعة بثلاثة، من الوحدة بالليل وهسه بثلاثة. منتظر القسطة يجيني بالخمسة ونص تقريبا. خلي اروح انام شوية وباكر نكمل لكم البقية. هذا التعب كله على مود من؟ هم الزواج مدري شني، تبهذلت صار بيه. على مود العزيزة تجي هنا للبيت وتشوف الغرفة مرتبة، ولو تستاهل. يلا ما بقى شي، كلها 15 مليون 20 مليون احنا مخلصين، 25 مليون احنا مخلصين ان شاء الله بحيث الله. بس الغرفة كلها تمعدل 350. يلا نلتقيكم ان شاء الله بالخطوبة وبالزواج. وجا الوسطى يابا راح يبلش باي الماكينة. اول ما راح نبلش بالماكينة توكل كل راح تقعد. هسه راح نبدي نبلش نلزق الازارة هاي كلها بهذا الشريط اللاصق. راح نجيب هاي الطراقية هسه هنا. والله حلو طعمه، استلم ريحته. هو اللي معجون؟ اول ما لازم نقول بسم الله. يا الله هذا الشحم ولحم نخلص منك ان شاء الله بحيل الله. جبنا بورق راح نخطه حتى على مود شني تسد بهاي الفتحة. هسه كملنا هذا بس نص، بعد نص، وانا راح اسوي ذن المعجنتين كحلتهن بهالطريقة هاي على خفة ايدك. شوف هسه هاي الفتحة سديناها صارت هالصورة هاي مرتبة وحلوة. سدت الفتحة بعد ماكو برد اللغة. الحر واحد عرفة حرب العزام ماكو غير حق مستمر تصفية. وهاي المقبلات وكملت الغرفة معجون. هسه راح نحكى بهذا الجهاز ونسنفرها ونرتبها. طبعا الحر ولا غلطة تعب موت. شوف دبس راح تجيب بويه وريوق وبنزين. شوف الموقف اللي لقيته جوا. خنقة شلون جاي يشتغل ما ادري. ها شوف شو مسوي لك تعال بويا بالكامل جبت لك ريوق. طبعا المرحله يستنفرون بهاي لا تشوفها شين الملمس فول واحد عراق. بويا تعال إذا مو واحد عراق فلا قبول. خلصنا الحك بنجاح. الخشب نفس ماكو ما جيش تمشي لسان حق حسين خلصت. بس حاليا جت مرحلة الكنيس على مود نضرب قاف فانتلاقي الكل صوصولة صحيحة على مود ما يضرب. وهاي بلشنا مرحلة البنتلاي اللي هي الطبقة الأساس ومن بعدها نضرب البويه. وهسه خلصنا مرحلة البنتلايت. شوف البياض، شوف الترتيب، حتى ما حاجة بويه. وهسه وصلنا لمرحلة البويه. شوفها جاي نخبط ونخفف ببنزين ونتوكل بالله. ادري بيكم كثير من عندكم راح يقولون ايش عندك صابغ بويه وش عندك صابغ بويه. عمي البويه تلف راسك وتنام، تغسل تكنس تمسح شخبط على الحائط ترجع تغسله بزاهي ما له علاقة. تلف راسك وتنام الله وكيلك. وهاي اسطى امجد جاي يسوي لنا البويه. شوف اذا جاي يشوف الخط الفاصل مالت البويه وهسه جاي يحدد بالفرش الصغير على مود لا ينسى له مكان. هذا الخط الفاصل بيناتهن اذا واضح بالصورة بس ما واضح.
بدينا بالسقف ننتهي بالحيطان ان شاء الله. وهاي قبلة الغرفة، ونعم الله على اسطى ماجد وجزاه الله خير. طبعا ريحة البنزين اللي بالغرفة ما تنوصف، لان بويه شلنا الشريط هذا الجانب كان هنا. شوف اللمعان الله 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 الله، تحسته طقت بالحائط. اويد ربك. يلا غدا الشر لقيتها جايزنا. يا الله، تلتقيكم ان شاء الله من بعد التنظيف. انا بعد ما نزلتكم جزء هذا من عتها وختمنا خلصت. في امان الله. التنظيف علي بعد، ما حاجه اراويكم ان شاء الله. في امان الله. باي باي.